طيب يا بنات، بعد ما خدت رأيكم وشفت كلامكم في الكومنتات، دي القاعة اللي انا اخترتها للخطوبة بتاعتي. هو ده شكلها، اسمها سواي. وكمان اخترت السيشن اسمه كوبا. ده اول لوكيشن كده في التصوير. ده شكله، ده كمان منظر تاني كده كان عاجبني. هو كان كمان في تعاون بين القاعة واكتر من لوكيشن تصوير، بس انا بصراحة اخترت كوبا. كان قريب جدا من القاعة، وفي نفس الوقت كان شكله حلو كده ومناسب، وفي اكتر من لوكيشن كده ومنظر للتصوير زي اللي انتوا بتشوفوهم دول. شكلهم كان حلو جدا، وفي التصوير بصراحة روعة. كمان الناس اللي بتشتغل في اللوكيشن ده شاطرة جدا جدا جدا. وده كده كان شكل القاعة. بصراحة كانت حلوة قوي بالنسبة لي. المساحة بتاعتها كويسة، كان فيها من 500 ل 600 كرسي. وكمان المساحة بتاعتها حلوة وسط، مش صغيرة ومش كبيرة. كمان القاعة تناسب جدا ان انتي تعملي فيها افراح. انا حضرت فيها افراح لناس زمايلي. الممر المضيء ده كان حلو جدا، وفكرة الستاير المضيئة كانت عجباني قوي. وعلى فكرة الممرات والحاجات دي بتتغير حسب اختيارك، ففي اكتر من اوبشن كده تقدري ان انتي تختاري بينهم. والسيشن كان شكله حلو قوي وكان جديد وكان هادي. واحلى حاجة كانت في اليوم الحمد لله انه ما كانش في عرايس كتير قوي في اللوكيشن، فانا كنت واخدة راحتي في التصوير. وكمان الناس اللي بتصور شاطرة جدا جدا جدا. دي تفاصيل الادارة والارقام علشان سألتوني عنها في الفيديوهات اللي انا عرضت فيها اكتر من قاعة وكده. فانا سبت لكم اهو التفاصيل للقاعة اللي انا حجزت معاها. السعر بتاعها كان 10,000، وكان حلو جدا بصراحة. بالنسبة لي هو 10,000 غير البيبسي او الكنز اللي انتي هتحجزيها للضيوف بتاعتك، او ايا كان بقى اللي انتي هتقدميه ليهم بتحاسبي عليه بعيدا عن الحساب بتاع القاعة. كمان عايزة اقول لكم ان القاعة كان فيها تورته، بس انا محبتش اعمل الفقرة دي، بس برضو بتتحاسبي عليها. فانا اخدت عادي التورت اللي بتتقدم في الفقرة، وخليتها عندنا في البيت نقدم منها بقى للضيوف بعد العشاء او كده. لكن بصراحة محبتش اعمل فقرة التورته دي بصراحة. فلو انتي حابة حاجة زي كده، حبيت برضو اقولك البرنامج فيه حاجات كتيرة قوي حلوة ومناسبة، وانا كنت مبسوطة قوي. ده جزء كده من لوكيشن التصوير. كان فيه الشلال ده كان حلو جدا بصراحة، وعلى الطبيعة كان خطير قوي. وبعد كده فيه البيت ده، وفيه اكتر من منظر، واصلا فيه ممشى كده في النص. شكله كان حلو جدا، وبصراحة حلو قوي. ولوكيشن التصوير ده فيه ناس شاطرة جدا 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 بجد، والصفحة بتاعتهم حلوة قوي. ولو حابة بقى حاجة زي دي، حبيت ان انا اشارككم اللوكيشن بالتفاصيل، وبرضه هسيب لكم الارقام بتاعه اللوكيشن لو انتوا حابين تتواصلوا معاهم، او لو انتوا حابين ارقام تليفونات هسيب لكم الصفحه بتاعتهم وكل التفاصيل برضه في الفيديو وفي اول تعليق مثبت، وكمان في صندوق الوصف تحت. وكده انا سبت لكم كل التفاصيل اللي انا حجزتها، والحاجات اللي انا سألت عليها، واختياري الاخير كان في ايه، وكل التفاصيل بتاعه الخطوبة من القاعة واللوكيشن وكده. ولو في اي سؤال سيبولي تحت في الكومنتات وانا هجاوبكم عليه. عقبال كل البنات مع انسان خلوق محترم ان شاء الله. ربنا يفرح قلوبكم جميعا. اشوفكم ان شاء الله على فيديو جديد. هتوحشوني جدا، وباي باي.